معاشر السادة، ظاهر البدن من عالم الشهادة، والقلب من عالم الملكوت، وما ينحدر من معارف من القلب إلى الجوارح كذلك يرتفع من أعمال الجوارح إلى القلب. من أعمال الجوارح التي هي من عالم الشهادة إلى القلب الذي هو من عالم الملكوت، فلا بد من مواصلة الأعمال الظاهرة صلاحا للحال وتنويرا وتصفية للبال. ومن ترك الدنيا لأهلها ولم ينشغل بها فحقيق عليه أن ينعم بخدمة المولى جل جلاله. فلا بد من مواصلة الأعمال من غير فتور، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا. فإذا ابتدأ بذكر اللسان وفتر عنه ينتقل إلى ذكر القلب، وإذا فتر عنهما ينتقل إلى المراقبة، وهي علم القلب بنظر الرب سبحانه وتعالى. وما دام القلب ملازما على هذا العلم فهو مراقب لله سبحانه وتعالى، وهو في ترق مستمر للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فيقيد الباطن بالمراقبة وبالذكر القلبي وبالرعاية، كما قيد أعماله الظاهرة بالصلاة وبالتسبيح وبدوام الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فيكرم العبد بهذه المقامات، تنمحي الغفلة وينمحي الكسل وينمحي الغرور والكبر، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم منه وأقدر. فيكون القلب كأنه العرش، فالعرش قلب الكائنات، أي عرش الله سبحانه وتعالى في عالم الخلق والحكمة. وقلبك إذا دام على مراقبة الله وذكره واستشعار عظمته وقدرته فهو عرش من حيث الأمر ومن حيث الخلق. فهذه منازل يسير إليها السائر إلى الله، لتركبن طبقا عن طبق، أي
لتركبن مقاما بعد مقام حتى تصلوا إلى الله. ومن لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويجتنب نهيه ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو لله، وإن كان مؤمنا مقرا بوحدانيته سبحانه وتعالى. ويفهم هذا من قوله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.